يقول ما الفرق بين أبي جهل وأبي لهب؟ يعني ذكرتني بطرفة. فكان أحدهم يصلي، يعني جماعة بالناس صلاة ما أدري المهم جهرية، فقرأ تبت يدا، فقال تبت يدا أبي جهل وتب، فاللي وراه يرد عليه أبو لهب أبو لهب. يعني البعض يعني يخلط بين أبي جهل وبين أبي لهب. أبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. أما أبو جهل فهو عمرو بن هشام المخزومي، عمرو بن هشام المخزومي، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وهو كان زعيم قريش بعد وفاة عبد المطلب. أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمرو بن هشام من سادات قريش اللي هو أبو جهل، وكذلك أبو لهب من سادات قريش، لكن أبو جهل شخصيته أقوى بكثير من شخصية أبي لهب. لكن على كل حال هذا مخزومي وهذا من عبد مناف، يعني أبو لهب من عبد مناف من بني هاشم من عبد مناف، وأبو جهل من بني مخزوم، وهو يكون خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأيضا خال ميمونة أم المؤمنين. فالقصد أنه يعني أنه أسرة واحدة هي على كل حال قريش. فالقصد أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة وهم بني مخزوم، بينما أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني عبد مناف.